باقي، أصبح السبط ولا السجن ولا السجن ولا السجان باق. وإذا الفجر جناحان يرفان عليه. تعرف انا حقول لك كلام هنا يا احمد وشوف حيشوه كيف في اليومين الجايات دي. وحقول لك موضوع شديد، احتمال الانفصال قايم. شوف احنا توفرت لنا معلومات كثير انه علي كبتي محمي من قبل المجلس العسكري. الحكم المدني الديمقراطي او الدوله المدنيه هي واحده من الاهداف الاساسيه للصحفي هذا. وإذا الحن الذي كحلها تيك المآخي، والذي شد وثاقا بوثاقي، والذي بعثرنا. وبعد الوثيقة الدستورية برضو جاتنا معلومات انه علي كرتي ده محمي بواسطة مجموعة من العسكريين وفلول النظام السابق. وبدليل انا ذكرت لك سابقا قبل شويه احنا بيجينا كنا بنجتهد، يعني في بعض الوطنيين من رجال المباحث والشرطه باعتبار انه في الدوله المدنيه الديمقراطيه الصحفي بيكون محمي، بيكون قادر يصل للمعلومه، بيكون قادر يقدم صحافه حقيقيه، وبالتالي هنالك العديد من الصحفيين المؤمنين ايمان راسخ بمساله التحول المدني الديمقراطي. يعني وارد سيناريو انه الجيش يستعيد البلد كلها، يهزم الدعم السريع بتحالفاته مع الحلو مع غيره مع تاسيسه كده ويستلم البلد كلها. انا ما بشيل ده من ذهني. تحيه خاصه بالبروف عبد الله ابراهيم. حبيك يا بروف، منورنا جدا في الروايه الأخرى. اهلا بكم اخواننا جميعا، وشكرا على هذه الدعوه منكم. ويعني جميل ويعني مريح جدا انه الانسان يجد نفسه يتحدث الى جماعه راقبه في الاستماع اليه. يعني دي يعني شرف كبير، ونامل ان يعني أن ناتي بما يجيب على اسئله كثيره ويصير اسئله كثيره في نفس الوقت. ان شاء الله. شكرا يا بروف. نحن هنبدا يا بروف مباشره من سؤال البرنامج، وهو السؤال الافتتاحي. نحن عندنا سؤال ثابت لكل ضيف ويعني موجود تحديدا من موقعه وقرايته لهذه الحرب، انه الحرب دي عندها روايات وسرديات عديده يا بروف، ويعني اسباب اندلاعها، من اطلق الرصاصه الاولى، العامل التراكمي اللي انتج الحرب، يعني كل طرف او كل صوت اذا كان هو سياسي مفكر باحث جزء من المؤسسات العسكريه بي عنده طرح وروايه. نحن عايزين نسمع في البدايه روايه البروف عبد الله ابراهيم لهذه الحرب. طيب، انا بفتكر انه يعني هذه الحرب خرجت من الثوره. يعني اي كلام يقال عن انها يعني خرجت من يعني جنرالين سكرة بالسلطة، أو أنها خرجت من الأخوان المسلمين إلا إذا أدخلتهم في الثورة، أو حتى من قحط إلا أدخلتها في الثورة. يعني الإطار الذي ينبغي أن يكون موضع النظر هو الثورة، لأنها يعني الثورة طالبت بأشياء في الإصلاح، وطلبت بإصلاح في المنطقة العسكرية والمنطقة الأمنية.
وأهم ما في الإصلاح ده الذي تجسد في الاتفاق الإطاري أنه الجيش يعود للسكنات والجنجويد ينحل داخله ومعه الحركات المسلحة وغيرهم. ده الإصلاح الذي طالبت به الثورة. هذا الإصلاح الخاسر الأكبر فيه هو الدعم السريع. الجيش لن يخسر شيئا لأنه سيصب الدعم السريع فيه. فالخاسر هو الدعم السريع. إذا أنت عاوز ترجع عشان تفهم الخسارة دي هي كيف، أرجع حتى إلى عهد ما قبل الثورة وسترى تصميما منذ قانون 17/2017 من الدعم السريع أن يكون جيشا ثانيا. هذه حقائق مثبتة، وممكن ترجع إلى كتاب محمد سلمان عن الجنجويد وستجد أن حمتي ما فرط يوما لأنه جيش ثاني. ويمكن اسمه شنو ده الكلام اللي قاله للأستاذ الطاهر حسن التوم في برنامجه قبيل الثورة حينما قال له يعني أنت بعد كده هتعمل شنو؟ يعني بعد كده أنت مصيرك شنو؟ قال له مصيري حيكون شنو؟ يعني أنا تأكلوني لحم وترموني عظم؟ يعني عاوز تحلوني بعد ما قدمت كل هذه الخدمات؟ فده الموقف بتاعه، أنه هو جيش ثاني هو لا ينحل. والأهم ما في هذه الأمر أنه لا ينحل لأن جيشه هذا مثل الجان الذي يحرس الكنز. حميتي توافرت له أموال ومصانع وشركات وعلاقات عالمية كلها بسيفه قبل أن تكون يعني استثمار ذكي لماح. جاب منذ أخذ جبل عامر وأخذوا من بني حسين بالقوة، من شعب بني حسين بالقوة، ورتب اقتصادا أنا لا أرى له ذكرا كثيرا في أحاديثنا وفي تحليلاتنا. طلعت كتابين عنه، واحد اسمه من كسر البنك، ورتب هذا الاقتصاد وعلاقاته مع بنك الخليج في الأمارات في الخليج في المنطقة كلها. سترى اقتصادا قائما مجزيا جدا. الكتاب الثاني اسمه جمهورية الكدمول، ودي برضها وضحت هذا الاقتصاد. فدي كانت المشكلة بتاعت أي إصلاح أمني حيصطدم بالإرادة القوية والغلابة والاقتصاد بتاع الدعم السريع، لأنه لا يستطيع أنه أنه يظل يحافظ على هذا الاقتصاد ويحافظ على الأرباح منه وعلى كذا وأنت تجرده من الجن الذي يحرس له هذا الجواد. فده الخطأ الذي ارتكبته قحط. حتى في الاتفاق الإطاري قالت أنه سينحل في الدعم، سينحل في الجيش. وده يعني كلام يمكن يقال عن قحط لأنه مريح اليوم، لكنه شوف صداه حيكون شنو عند الدعم السريع، عند حميتي، عند الأسرة بتاعته. ده اقتصاد لا يحرس إلا بجند، بدون جند لا يكون. ولذلك لما سئل حتى طيب يا حميتي نحن حندمجك في الجيش، قال لهم خلاص أنا ما عندي مانع، لكن أدمجوني بعد 20 سنة. إذا أنت بتعرف الثقافة الشعبية التي خرج منها مثل حميتي ولا تحتقره مثل صفوت
والقحط والتقدم وغيره اللي ما بيعرفوا عنها حاجة، لو قال لك زول أنا هعمل لك الحكاية دي بعد 20 سنة، ده معناه ما داري يعملها. يفهم بأنه والله يساوموه 5 3 4 غفلة وعدم إدراك للنحو بتاع الثقافة الشعبية. وأنا ضربت في هذا قصة المثل بتاعت الأمير والفقير والبعير. الأمير قال للفقير تعلم لي البعير بتاعي ده اللغة بتاعتنا في ظرف تعلموا ليه. الفقير قال له خلاص ما في مشكلة، لكن يا أخي اديني 10 سنوات تعلموا ليه. جو الناس كلهم المشفقين عليه واهله قالوا له يا الفقير 10 سنوات بتعلمنا بعير، البعير ما حيتعلم حاجة. قال له يا أخوانا هوي في 10 سنوات دي لا يموت البعير، لا يموت الأمير، لا يموت الفقير. حميتي بالضبط دي دلوقتي إذا أنت تدرس الثقافة الشعبية هتعرف أنه هو قال لك 20 سنة حلك. وده اللي ما اتفهمت، والناس بيقولوا يساوموا هل هي سنة هل هي سنتين. حميتي لن يحل الدعم السريع لو انطبقت الأرض. وأنا أقول لك في مجلسه مع قحط وفي اتفاقهم المعلن عد وأقراه وشوف كيف إنه قحط غيرت راية من أنه الدعم السريع ينحل في الجيش إلى أنه الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة كلها تدخل في جيش وطني مهني واحد. وده نصر كبير جدا لحميتي. بدل ما كان هو ينحل في الجيش أصبح الجيش ينحل في تكوين جديد مهني يمثل البلد وغيره. دي المتانة بتاعت حميتي وده التصميم بتاعه. الشغل تم حول الإطار وحول كذا وحول إنه اعتذر لنا وما كان عارف الأخوان قصوا. دي غفلة إذا لم تكن سذاجة. فالحرب خرجت من الثورة وده طريقة تفكيري فيها إلى يومنا. دائما في يعني في الموقف السياسي وفي الآراء الرائجة وكذا انه الحرب دي مع تحليل يعني الكامل ده انه اصحاب المصلحه الحقيقيه فيها والواقفين حاليا ترس حقيقي اتجاه اي موقف للحل هم الحركه الاسلاميه والمؤتمر الوطني بالتحديد، باعتبار ان خياراتهم في هذه الحرب يعني او ما قبلها اصبحت صفريه تماما للعوده للسلطه او لتحقيق مكاسبهم تحديدا بعد سقوطهم عبر الثوره العظيمه. التحليل ده او الكلام والتصريحات اللي بتطلع دي من جهات سياسيه ومن ناشطين وغيره. هو طبعا الدعم السريع والبرهان والحركه الاسلاميه ما تركوا بابا في هزيمه وكسر شوكه الثوره. والاخوان المسلمين كأي ثورة مضادة، كأي حكم نزع منه الحكم، كأي يعني جماعة نزع منها الحكم يجب أن تقاوم. يعني لن تستسلم كما ظن بعض الناس. يعني وذاك بسمع إنه الدكتور النور حمد بيقول أنا كنت بتكلم مع الأخوان المسلمين بقول لهم أنتم ما أصبروا لغاية ما المرحلة الانتقالية تتعدى وبعدين أنزلوا. إذا أنت عندكم جمهور حتفوزوا في الانتخابات. أنت ما ممكن تنصح الثورة المضادة بأنها تتوقف عن نشاطها وتخليك أنت تعمل ما شئت في البلد وبعدين تقول لها والله لما نعمل انتخابات أنت تجي. ده غفلة فعلا. يعني الثلاثة عناصر دي اشتغلت على أنها تهدم وتهزم الثورة ونجحت إلى حد كبير. نحن دلوقتي في وضع مختلف جدا، في وضع إن اندلعت حرب ما كانت في الحسبان، واندلعت الحرب دي واصطفت القوة دي اللي كانت كلها قبل كده ضد الثورة. اصطفت اصطفاف جديد، اصطفاف فيه الجيش من جهة وفيه الدعم السريع من جهة وفيه الأخوان المسلمين اصطفوا مع الجيش. كيف نحلل هذا الوضع؟
يعني وانت وضعت امام خيارات صعبه جدا. وللاسف انا يعني اقول ان نحن في عمل السياسه بتاعنا، وفي لغه السياسه، وفي تكتيكات السياسه، ما الو ماشي سوري وقع. مسموع جيدا يعني. ايوه، يعني ما عندنا القدره على التفكير في وضع معقد ووضع خيارات ضيقه. يعني من خلال تاريخنا في المعارضات، ها، المعارضة ما فيها وضع صعب، دائما انت ضد النظام، كويس بطال وبتقول كلامك. لكن لما جانا الوضع الصعب ده تقيف وين؟ في حتتين احلاهم ومروا. ولذلك انا اول كلامي قلت يا اخواننا، المسألة دي نحن الخيار ليس بين شيء حسن وشيء رديء كما في أيام المعارضات دي. الحكومة كعبة والمعارضة سمحة، حتكون لنا سمحة. هي خيار ما بين المر والأمر منه. دي 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 الطريقة أنت تفكر بها لما أنت تلقى نفسك أمام ما يسموه الخواجات باللغة الإنجليزية bad choices. دائما يقول لك أنا ما عندي براح، أنا عندي خيارات سيئة، وفي هذه الخيارات السيئة أنا هختار الذي أقل سوءا. ده الذي فلت من الجماعة بتاع التقدم وبتاع قحط، إنها اختارت تسمي نفسها وقفة على الحياد وأنها يعني دارت توقف الحرب، وهنا تكذب، يعني كما يقال تكذب من خلال جميع أسنانها، لأنها لم تكن إلا اختارت بوعي الدعم السريع. وأقول لك ليه اختارت الدعم السريع، لأنها قالت الدعم السريع ده حتى اعتدى عليها الأخوان المسلمون. يعني أنت في الحرب دي أديت الدعم السريع ما يسمى حق الحرب العادلة. ليه؟ لأنه هو المعتدى عليه. وده تعريف الحرب العادلة، المعتدى عليه ده من حقه أن يرد العدوان، بل أن يستعين بمن شاء حتى على مستوى الدول. ده تعريفه في مستوى الدول. ممكن الدولة المعتدى عليها تطلب عون أي جهة على أساس تأتي لها وتسعفها في الرد على العدوان. أي كلام من قحط تقدم سمها ما شئت، أنها على الحياد، وأنها تدعو إلى وقف الحرب، وأنها على مسافة واحدة من الجيشين المتحاربين، لغو فارغ. لأنك أنت أديت أحد هذه الجيوش، أديته حق أنه يقف على ضفة الحرب العادلة في الدفاع عن نفسه. فده يعني يكون واضح. وحتى آخر متاعب قحط في فترة ما كانت شقوى حزب الأمة من أنه في جنوح في البيانات وفي المواقف من نحو الدعم السريع على الجيش. وكانت هذه مشكلة في داخل حزب الأمة، بل انتقلت هذه المشكلة إلى قحط، أو كانت في زمن ذاك اسمها تقدم. وجرت مناقشات ما بين حزب الأمة وما بين تقدم حول هذا الجنوح نحو يعني التركيز، أو أنك يعني جانح نحو الدعم السريع. أقول لك حاجة، يعني ما في حاجة أكثر من القذف يعني اقتحام الدعم السريع للجزيرة.
وأنا قريت البيان الأول الصادر من تقدم. ماذا قال هذا البيان؟ وخليه يرجعوا له. البيان بيقول: وتمددت الحرب إلى الجزيرة وإلى مدني. من مدد هذه الحرب؟ مجهول، مبني على المجهول. أي إنسان داعي لوقف الحرب، أهم ما في وقف الحرب المرتكز الرئيسي بتاعه هو أن يوقف التصعيد في الحرب. يعني يكفي أنه نحن متقاتلين هنا وهنا وهنا، لا ما تمشي الحتة دي، ما تقاتل هنا، توقف عن دي، توقف عن دي، توقف عن دي. هذا نهج لم أره في شغل جماعة لا للحرب. ما بيتكلموا عن كلمة التصعيد. يعني دلوقتي حتى لما وصلت الحرب الفاشل والأمم المتحدة وكل الدول بتقول أنه يا أيها القوات، يا الدعم السريع توقف عن حصار ورمي الفاشر بأي ما شئت. يجي بيان من حزب المؤتمر السوداني يقول: نريد أن نحقق فيما يجري في معسكر زمزم وكيف حصل وكذا. لا يذكر الدعم السريع، والعالم كله يعني انتهى إلى حقيقة أنه الفاشر دي مصاب الأكبر هو الدعم السريع. فالكلام بتاع أنه في حاجة اسمها لا للحرب دي، أنا بفتكر أنها تنطبق عليها كلمة إيه؟ يعني كلمة حق أريد بها باطل. الذي أراه وأنا متابع وبكتب عنه باستمرار أنه أن هذه الجماعة اختارت أن تكون في صف الدعم السريع، مستترة إلى حد كبير بشعار لا للحرب، يعني للتغبي اللتر، لكن شغلها كله يعني. قالت مثلا دلوقتي هم كلهم بيتكلموا عن أنه المدنيين وما المدنيين ويعني لا للحرب دي أصلا هي فكرتها أنه تحمي المدني وتستر عليه. طيب ماذا فعلت للمدنيين؟ نرجع إلى مواثيق الميثاق الذي اتفقت عليه في أديس أبابا أنها ستنشئ جماعة منها تعنى بالدعم الغذائي، الدعم المالي، الدعم الاجتماعي للمتضررين من الحرب. ولما نوقش التقرير ده في اجتماع من اجتماعاتها، يعني اعلنت القحط في مؤتمر ده انه اللجنه دي ما تقدمت ببينات كفايه وما تشكلت لسه وما وبعدين قامت عملت حركه ايه؟ حركه تلفزيونيه، قامت بعثت ببعض هذه الجمعيه المخصصه لدعم النازحين واللاجئين وغيرهم، بعثت بها الى معسكر في اثيوبيا كانت تحيط به في الوقت ذاك متاعب كثيره يمكن لا يزال، واعلنت عن ان هذه هي الجماعه التي يعني خرجت كده بعد المؤتمر عشان ايه؟ تحلي اللغه بتاعتها وتحلي السوق بتاعها، وبعد كده ما سمعنا عنها اي حاجه. وانا اقول لك في بيان من بياناتها على انها قالت انه الحرب دي قام بها الأخوان المسلمين وهم الذين أطلقوا الطلقة الأولى وغيرها ويعني في المدينة الرياضية وما إلى ذلك. نرجع إلى بيان من بياناته وهي بتقول أنه بنهاية الحرب يعني ستنعقد لجنة للتحقيق في من أشعل هذه الحرب. تصور إنسان يقرر أنه الحرب دي أشعلوها الأخوان المسلمين وساقوا الجيش، مش كجيش، ساقوه ككتيبة كميليشيا أخوانية كيزانية غيرها معهم في هذه الحرب، جروه جرا، ثم يقول أنه بعد ما تنتهي الحرب سيحقق في هذه الحرب ومن أشعلها. ده شنو اللعب ده على الذقون؟ انتوا بتغشونا يعني؟ ها؟
شنو ده يعني؟ فيعني هذه المواقف اللي أنا بقولها هي في معنى أنك يعني كيف انه هذه يعني الكلام بتاع من بدأ الحرب ومن أنشأ الحرب ومن كذا، كله يجب أن يتم في هذه الثقافة، كله يتم في هذه المواقف في تحليلها. لكن ما تجيني تقول لي أنا والله أنا ضد الحرب. هو من مع الحرب يا أخي؟ ها؟ لكن الحرب حرب، الحرب فيها ضحايا، الحرب فيها نازحين، الحرب فيها لاجئين، الحرب فيها قتل، الحرب فيها كوليرا، الحرب فيها أشياء كثيرة جدا. لكن كون أنك أنت يعني تجعل من قضية النازحين واللاجئين والمتضررين والمدنيين قميص عثمان، أنا أفتكر أنك أنت الذي خذلتهم. أنت ما عندك أي حاجة لهم غير أنك بتلوح بهم، وزي ما بيقولوا بتدي الحلة عيطة وبتدي النجار عصا. وفي هذا الصدد يا بروف يعني مع الحرب برضه نحن طالما بنتكلم عن السرديات وتفكيك مصطلحاتها، درج مصطلح يعني كبير جدا، دولة 56 أو دولة ما بعد الاستعمار، الدولة الكولونيالية، الاختلالات البنيوية في الدولة بإشكالياتها، قضايا التهميش، ويعني بقت عندها تبريرات وناس بتقدم لها يعني تأسيس كده في إنه تاريخ الدولة السودانية اتبنى على لغة السلاح كمقاومة لرد الحقوق. والحرب الحالية دي هي حرب من اجل رد حقوق الهامش، من اجل تفكيك الدوله القديمه وكده. الدوله القديمه، هل دوله 56 دوله هي فعلا معصومه ودوله نقدر نقول دوله بتاعت تمييز وهمشت المجتمعات واسست لفصل عنصري، ولا ده برضه هو خطاب سياسي او كذا بتقدمه القوات بتاع الدعم السريع والحلفاء الموجودين معاه في تاسيس حاليا؟ طيب أنا أبدأ بأول حاجة، وهذه فضيحة، يعني أنه كل هذا الحديث عن فشل دولة 56 والمركز الشمالي العربي الإسلامي والعروبي كده، كل ده انتهينا إلى أنه الذي سيسأر للهامش وللثوريين وللتقدميين ولأهل الدولة المدنية حميتي والدعم السريع. ميران شنو في هذا؟ خبرته شنو؟ أشواقه شنو؟ برنامجه فيها شنو؟ إنسان لقى عبارات مرسلة 56 هامش الكده، وأخذ زي ما بيقولوا الخواجات and he ran with it، جرى بها، حرول بها، لأنه هو ما في أداة استخدمتها دولة 56 لقهر الهامش ولقهر النزعات التحررية والنزعات الديمقراطية داخل الهامش وداخل المركز، بس الدعم السريع جابها من وين فجأة كده؟ شغال منذ 2000 وكذا لغاية 2018 لغاية 2019 وما بعد 2019 بعد الثورة شغال ضد الثورة، ويجمع في الإدارات الأهلية ويجي في ال يعني ويرشيهم وكذا ويدار يدم ويقول نحن عندنا ناس والحكاية اللي حصلت في الاعتصام. يجي هذا الإنسان، أنا عندي قضية الهامش فيه، قضية الصراعات والحروب فيها، قضية المطالب فيها، لكن تتخير لهذه المهمة مؤسسة زي الدعم السريع ما فيها الثقافة دي. جابتها من وين؟ يا ده آخر لحظة سلاح ده موجه إلى صدرك، ما في إجارة تمت لقوة عشان من المركز عشان تهد حيل الحركة السياسية والمعارضة مثل الدعم السريع. نيميري استخدم قوة غير الجيش في مواجهة الحركات المسلحة وغير المسلحة، استخدم النوير مثلا. عبود استخدم المورلي ضد أنيانيتو
قبيلة المورلي وكانت مؤجرة عشان تخدم العبود. زي ما قلت نيميري استخدم النوير أو جماعات من النوير. في الحقيقة السيد الصادق المهدي في دولته استخدم المسيرية والحركة اللي بيسموها المراحيل، كلها كانت ميليشيات. الميليشيات دي كلها كانت بتنحل في وقت أداء مهمتها أو القضاء على النظام. الذي اختلف فيما يتعلق بالدعم السريع ونظام الإنقاذ أن نظام الإنقاذ جعل من الدعم السريع جيشا ثانيا، جيشا حمايتي للنظام، واستقل بهذه الصفة وظل حريص عليه. فديك أنا طولت في هذا الكلام لأنه الناس حتمسخ كلام الهامش ودولة 56 وهتسفل به أسفل سافلين إذا كان حميته هو المهدي المنتظر لهذه المهمة. ده من جانب. طيب ما هي دولة 56؟ وأنا الكلام ده كتبته في مقال نشرته أمس بس. يعني هل دولة 56 دي كانت آمنة مطمئنة ملمومة وكانت دولة واحدة منذ البدء إلى النهاية، أم أنها تعرضت لما تعرضت له وأكثر ما تعرضت له الثورات التي قامت ضدها؟ يعني نحن بنتكلم عن دولة في استمراريتها وفعلا في دولة بتاع 56 دولة نحلل عندها تحليلات طبقيا واجتماعيا وثقافيا فيه. لكن كيف تبرر أو كيف تفسر أنها سقطت 3 مرات؟ سقطت في 64 بثورة أكتوبر، سقطت في 1985 بثورة إبريل، وسقطت في 2019 بثورة 18. ليه ما بنجيب دي؟ ليه ما بنجيب الثورات؟ ليه بنتكلم عن الدولة المركزية، المركز الذي ظل يحافظ على نفسه ويتجدد؟ فدولة 56 دولة يعني دولة ما نعمت أبدا حتى ولا ما يسمونه ناس المركز. ناس المركز دين اللي كان بيسقطوها. إذا تكلمت عن ناس المركز بالطريقة المبتذلة بتاعت شايقية ناقلة يعني كده جعليين، حتى اللي كان بيسقطوها طلاب وعمال ومزارعين وكده سقطوها. من كان ينقذ المركز؟ دي النقطة المهمة جدا. من كان يستعيد المركز؟ الحركات المسلحة. ده كلام يمكن في ناس كثيرين حقه يقيفوا عنده شوية لأنه كلام شوية شاذ. أديك كلام في 1964 ونحن شباب في الجامعات قامت الثورة، وقامت حول بالضبط يعني الحادث اللي وقعت فيها على المتاعب الكثيرة، لكن اللي وقعت فيها مسألة الجنوب. وأول ما قامت الثورة الحكومة الانتقالية طوالي دعت إلى مؤتمر اسمه مؤتمر المائدة المستديرة، انعقد في مارس 1965. أول مرة الدولة السودانية تعترف بأنه في قضية في الجنوب، يعني اعتراف بمعنى أنه نحن جايين نناقش مسألة. قبلها كانت الحركة الوطنية بتعتبر مسألة الجنوب دي مسألة بتاعت استعمار، بقايا استعمار، أولاد الكنايس. في المؤتمر الدائرة المستديرة أصبحت مسألة، واجتمع الناس حولها وممثلين أفريقيين وممثلين من العالم والأمم المتحدة كلهم اجتمعوا في مؤتمر. من أفسد هذا النقاش المفتوح حول الوطن وحول تجديده؟ الحركات المسلحة. كان في حركة اسمها أنيانيا. أنيانيا دي رفضت تلقي السلاح. كانوا في أحزاب جنوبية قاعدة في المؤتمر، يعني اسمه حزب الجنوب، حزب سانو، كانوا قاعدين، لكن السلاح كان عند حركة اسمها مسلحة انفصالية في الجنوب. قدر ما عرضوا عليه الجيش اتفاقات ووقف إطلاق النار وغيره وغيره، رفضت رفضا باتا. الحزب الشيوعي طلب
من المدنيين الجنوبيين اللي معاهم في مؤتمر المائدة المستدير قال لهم يا اخواننا اصدروا بيان لإدانة الجماعة بتاعينكم الانفصاليين اللي مستمرين في الحرب في الجنوب. رفضوا، والحزب الشيوعي طلع من كل الحكاية دي قال لهم إذا كان كده ما فيش فايدة. استمرت التدهور ده لغاية ما جات الانتخابات وجات كده وبتاع وأنيانيا مستمرة. طيب إذا كنت أنت عندك حرب في الجنوب والحكومة المدنية تعبانة، اللي حيتصدى عليها منه غير الجيش. وده اللي حصل، أنه الجيش في الآخر بقى هو الحتة اللي لازم يواجه فيها الحرب، وواجه الحرب لغاية ما غلبته الحرب، لأنه ما كانت الحكومة المدنية بتوفر له المواد بتاعته. واتفقوا على أنهم يعملوا الانقلاب بتاع مايو، يعني يكونوا يستولوا على الدولة عشان الدولة دي توفر للجيش معينات الحرب. ويمكن الناس ما ذاكرين الحكاية دي، إنه في سنة 65 أبو القاسم محمد إبراهيم الانقلابي اللي كان عضو في مجلس انقلاب 25 مايو، وعدد من الضباط في جوبا اعتقلوا وزير الدفاع، واعتقلوا القائد العام للقوات المسلحة اللواء الخواط، وقالوا لهم نحن هنا ما قادرين نحارب، انتوا بتعملوا في شنو حكومتكم المدنية دي؟ نحن تعبانين. حصل اعتقال للواء الخواط، وحصل اعتقال لوزير الدفاع اللي هو كان مدني. نفس هذه الجماعة في 25 مايو عملت الانقلاب بتاعها. بذرته كانت هنا في أنه جيش ما قادر يحارب، حركة مسلحة عرض عليها بثورة أنها تعالي ونخشي وكذا، وده المؤتمر مفتوح جيبي مندوبينك، رفضت. من يتحمل أنه جاءت الحرب ونشأت دولة بتاعت 56 تانية الحركات المسلحة. نمشي لثورة إبريل 1985. كانت التجمع النقابي اللي عمل الثورة دي كان ينظر لقرن كده، يا قرن تعال نحن سرنا وغيرنا الوضع، وانت معانا كنت في المعارضة، تعال تقلنا في الخصوم كثيرين، تعال معانا. قرن رفض، قال له ابدا، الشيء اللي عملته ده ما ثورة، ده انا بسميه، قال لهم ما يتو معناه شنو؟ نميري وقع ما يون دي جبتوا لي معاكم عساكر وسوار الذهب وما عارف ايه في الانقلاب اللي حصل دي، ما يتو امشوا تخلصوا منهم حتى انتجوني. ده عماره، ده رزقه، ده تضامنه مع الثورة، داير تغير شنو؟ دولة 56 تعمل دولة أفضل. طبعا نفس الحكاية تمت اللي هي مشت أنه الحكومة قامت، الحكومة المدنية ما قدرت تمول الجيش، ما قدرت كده. وكانت الفترة بتاعت 88 و 89 دي فترة شكوى الجيش من أنه ما مفروض عليه حرب وهو ما قادر عليه. وأنا أذكر أقول لك يعني أنا كبير وبكتب يعني أنه في الوقت ذاك أنا كان الرئيس السابق البشير ضابط في الجنوب، وفتح يعني هزم المتمردين في حته اسمها ميوم. وفي ميوم دي بدوا الناس يعني يسوى بالغرض او بالقصد او غير القصد، اصبح اسمه يلمع في الصحف، بالذات في صحف الاسلاميين، زي الايه بطل ميوم وكده. بعدين سالوه وقالوا له يا أخي دلوقتي في حملة قائمة على أساس تجمع تبرعات للجيش، والسيد محمد عثمان جاب راجمات من العراق، والسيد نقود جاب تبرعات من الحزب الشيوعي، نحن يعني الجيش مهتمين به وكذا. قال ما أبدا، ده تمويل الجيش ده ما من الشعب، تمويل الجيش ده سياسة حكومية. والكلام ده أنا علقت عليه، ووجدت إننا بعد زمن أنني أنا علقت على هذا البتاع وأثنيت عليه، قلت هذا هو الموقف الصحيح، أنه الجيش. وبعد كده حصل إيه؟ اللي حصل أنه
الجيش نفسه كهيئة كجهاز مؤسسي عرض مذكرة على السيد الصادق المهدي بيقول له نحن تعبانين ويجب أن يحصل يا خيارين، يا تمولون صح في الحرب دي وتدون رباط الخيل، يا أمكم تفشوا تفتشوا حل مع قرن. ودي اتجننت البوبي بتاع الحركة الإسلامية، وفعلا اتفقوا على هذا. ويعني كان الثمن انه الحركه الاسلاميه تطلع من الحكم، ويعني زي الانقلاب حقق الانقلاب المؤسسي ده حقق بعض اغراضه. وفي الوقت ده الحركه الاسلاميه تحركت مع يعني بالانقلاب بتاعها اللي جدد الدوله بتاع 56. في سنه 19 مين اللي عطل الثوره؟ عطلتها حركات دارفور المسلحة التي سعت من وراء ظهر الثورة وعملت اتفاق جوبا مع حميته. وفيه قصص مؤلمة كيف أنه هي يعني كيف المجلس العسكري وكيف حركة دارفور اختلسوا مع بعض هذا الاتفاق. وأخطر ما في هذا الاتفاق أنه كان يريد أن يكون بديل للحكومة المدنية بتاعت حمدوك بمجلس اسمه مجلس شركاء اتفاقية جوبا. إذا مشيت وقريت في الوظائف بتاعت هذا المجلس هي وظائف مجلس الوزراء، يعني في مجلس وزراء جديد جمع الاتفاقية، وحتى ده من الحتات اللي توقف فيها حمدوك واحتج عليها. فدولة 56 إذا في حد جاء بها مكره ربما هي الحركات المسلحة، وتجي تراجع التاريخ ده معاي لو ترغب. إفادة ممتاز. طيب فيما يخص الحركة الإسلامية والانقلاب يا بروف، عندنا سؤال. احنا كان نتكلم في البداية انت تكلمت عن انه لا الحرب هو موقف يعني أريد به باطل يعني ويترفع كشعار ما قاعد يمثله بشكل حقيقي. إذا كان في موقف حقيقي خلال الحرب دي، يعني هل البروف مع إيقاف الحرب ومع لا الحرب يعني ووفق قناعات وشروط مختلفة يعني من اللي بيتعرف حاليا في الساحة السياسية وبالنادي بالقوى السياسية؟ أنا موقفي أنه في حاجة الدعم السريع ده زائدة دودية ما له علاقة بالدولة. ما في دولة حديثة بيكون فيها جيش بهذا الحجم وبهذا الخطر وبهذه المساواة مع جيش البلد، ما في. نحن في السودان ده ربنا رزقنا بجيش مهما قلنا عنه نحن عندنا قوات مسلحة. أنا مرات الناس بيقولوا يعقدوا مقارنات بيننا وبين مثلا نقول الصومال أو ليبيا أو سوريا أو اليمن، يقولوا أنه نحن حصلت علينا ما حصل عليهم ما حصل عليهم ووب. الفرق الوحيد بيننا وبينهم أنه نحن عندنا قوات مسلحة زي الزفت كما أي قوات مسلحة. الصومال ما كان فيها قوات مسلحة لما اندلعت الحرب بتاعت الميليشيات، انهزم الجيش الجيش الصومالي وتفرق. واخر مهمه كانت للجيش الصومالي ان يسال زياد بري من الصومال وداه كينيا، والجيش انتهى وانفتحت البلد على الميليشيات دي. الصومال، ليبيا، الغزافي ما كان عنده جيش معطل لانه كان عنده حرس الجمهوري وغيره اللي بيحمي نظامه. ولما اندلعت الثوره الثوار سابوا الجيش كله قفلوا، وفي طرابلس أصبحت عندهم ميليشيات. أصبحت ميليشيات دي بتاعت مصراطة، دي بتاعت كده، دي بتاعت فلان، دي بتاعت فلان. وإنت شفت قبل شوية كانت أو حتى اليوم الميليشيات دي دلوقتي مشتبكة مع بعضها في طرابلس، ما في جيش.
في حركة بتاع جيش ثالث أيضا اللي هي الجيش بتاع حفتر ده ما جيش، برضه عصابة أخذت شكل الجيش في ملابسات معينة. دي ليبيا ما عندها جيش. في سوريا الجيش لأنه فيه سنة والحاكم شيعي بشكل أو آخر علوي، عطل الجيش برضه ورتب جيش اسمه الجيش اسمه الفرقة الرابعة. دي شيعة، دي علويين ومعهم الحرب. ده بدأ يشتغل، ده الشغال، الجيش معطل ساكت. في اليمن لما قامت الثورة في اليمن كان في جيشين، في الجيش بتاع عبد الله الأحمر والجيش بتاع علي عبد الله صالح. ما كان عندهم جيش واحد. كانت المعارك قايمة، الثوار يكونوا مجتمعين في حتة يكون معهم عبد الله الأحمر، الناس المعادين للثورة في حتة يكون معاهم علي عبد الله صالح بجيشه. ده اللي بيخلينا نحن مختلفين، ونحن عندنا بؤس شديد جدا في عقد المقارنات. يعني لما نشوف لنا ضجة، نشوف لنا حرابة وقامت وكترابة، بنقول كترابتهم دي زي كترابتنا، حرابتهم دي زي حرابتنا. عندنا لوعة التياعات، مش عندنا تحليلات، عندنا مخافات وعندنا جهل. تمسك حليلة كلها هتلقى إن السودان ليه دلوقتي نحن واقفين؟ ليه البلد دلوقتي لغاية دلوقتي واقفة؟ مهما يكن في قوات مسلحة مهنية قومية ممكن تكون عندك فيها آراء سياسية لا حصر لها، كانت مع كده كانت مع كده، لكن في جيش، وإذا في جيش في دولة. فده ده الخيار اللي أنا كنت فيه، والخيار اللي قلت لك بتاعت إيه مر وأمر منه، الخيار بتاعت إنك أنت ملجم وشغال زي ما بيقولوا الخواجات في كونسترين. إذا فقدنا هذا الجيش سيكون علينا حال ليبيا تماما. إذا فقدنا هذا الجيش حيكون علينا حال سوريا قبل ما تحصل الثورة، وحيكون علينا حال الصومال إلى يومنا. أخطر من كده حيكون عندنا حال أنا دائما بكرره، هو حال جزيرة هيتي، بلد هيتي. هيتي برضو فيها ناس كانوا يعني مدنيين ثوريين كده تقدميين بتاعين ديمقراطية وكده. في سنة 1994 قرروا أنه الجيش ده يحلوه، لأنه كتر الانقلابات والعدوانات والفسادات وكده. حلوه في 1994. من يحكم هيتي الآن؟ عصابات تحكم، عصابتين. والعالم اللي كان مهتم بهيتي وبالذات أمريكا وغيره واقفة تتفرج. المدد جاء من وين؟ قاموا أجروا كينيا تديهم عدد من الشرطة، فرقة من الشرطة عشان يودوها لهيتي عشان توقف عشان تلجم العصابات وتضبط بعض الحاجات، وما قادرة. ما قادر، حتى الموارد بتاعتها اللي التزمت بها بعض الدول ما قادرة تسددها لها. ده الطريقة أنا بفكر بها، في أنك أنت إذا قررت أنه مثلا دلوقتي والله نجي نعمل اتفاق وتوقيف الحرب ونعمل اتفاق. طيب نعمل الاتفاق ده كنا حنعمله ومدني محتلة والجزيرة محتلة وسنار محتلة والسنجة محتلة. الحمد لله ما عملناه لأنه استرديناه. أسرع حتعملوا الاتفاق لأنه وفاشر محتلة وغير محتلة وكذا محتلة. أنا دائما بسألهم يا إخواننا وروني لما نجي نقعد في الاتفاق ده، الدعم السريع ده يقع وين في خريطة الاتفاق؟ يعني قعدنا وقلنا نحن دايرين نعمل السلام. هل الدعم السريع ده حيكون هو الدعم السريع اللي عرفناه جهاز مستقل، جيش مستقل يعني بقانون 17، ويكون في نفس الوقت عندنا جيش اسمه القوات المسلحة، حيكون يعني نحل له الجيش ده وندخله فيه وندخل الجيش فيه، بيبقى ما لخبطنا شوية.
مش كان الزعم انه الدعم السريع ينحل في الجيش. انت دلوقتي جاي تقول لي والله نعمل جيش لموم، لانك انت بتشيل مؤسسه تاريخيه عندها ضبط وربط وقواعد وقوانين وغيره وغيره، تقوم تحلها في حته زي الدعم السريع. ده باب كبير للهرج، ده باب كبير جدا للفوضى. السؤال طيب نتفاوض، خليه واحد يجي يمرق لي يقول لي من التفاوض ده انت حتخط الدعم السريع وين؟ قالوا دلوقتي الشيء اللي اتفقوا عليه في اديس ابابا ما بين قحط او تقدم، انه الجيوش دي تنحل كلها في بعض في جيش مهني قومي يمثل كل السودانيين. دي صيغه خطره جدا، دي تنازل قدمته تقدم ولم تستشر احدا فيه، لانك انت في الاتفاق الاطاري ما قلت الكلام ده. يعني قبل شهور بس انت ما قلت الكلام ده في الاتفاق الاطاري. في الاتفاق الاطاري قلت انه الدعم السريع ينحل في الجيش. معناك عملت شنو؟ اديت الدعم السريع ميزه، تنازلت للدعم السريع اللي هي كان داير الدعم السريع اصلا انك انت ما تحله. اذا حليته تحل مع الجيش وبعد كده هو حيعرف لعبته فيه، بعد حلول كل الحاجات دي حيعرف اللعبه بتاعته. فانا بفتكر انه الخيارات الموجوده قدامنا دي يعني ما هي الخيار ما بين لا حرب وحرب؟ ده ما خيار، ده انسانيا قوميا غيره ده ما خيار. ما في زول دار الحرب دي لانه يعني فيه خبائث ومكر ودغائن. لا، انك في انك في النهايه هذه البلد حتطلع كيف؟ وانت الذي كنت السبب في كل هذا يا اخي. كنت تخلي الجمل بما حمل، تخلي البشير بما دعمه سريع وعامل الثورة ليه؟ أجابك شنو؟ كانت الدنيا رايقة ويحلوا مشاكلهم بطريقتهم. انت جيت وقلت لا الجيش للسكنات، الدعم السريع ينحل، ما في ميليشيا بتحكم دولة. انت ما دخلت الرعب في الدعم السريع. انت ما وريته انه هو لا مكان له في هذه الدولة. ولهذا انت لما شفت الاستعدادات اللي بعد لما اندلعت الحرب، شفت الزول ده كان بيستعد لهذا اليوم كيف، من الاكل الى الدبابة الى الغير والى غير. حتى لما شعر بانه هو ضعيف في منطقة الطيران، اول حاجة مشى عملها مشى لمرو. الساعة بتاعت مرو دي ما في زول بيذكرها، لكنها هي كان هي احساسه لانه دي الحته اللي ما تمكن منها. دبابات عنده، سلاح عنده، اكل عنده، كل حاجه عنده. يقول لك لا ما كان مشى وكده وليه ما مشى وكده. مشى اساسا لانه عرف انه في هذه الحرب يجب انه يحتل المواقع زي مطار الخرطوم كده. حاول كل المطارات انه يعطل الطيران، لانه دي الحته اللي الجيش فيها عنده يعني ميزه. فصعب جدا انه يعني تعرض المساله بتاعت الله انا ضد الحرب. ما شطاره دي، ما نبل، في حقائق قدامك على الارض بتدور. بعدين يقول لك ما هو مرق من الدعم، ما هو مرق من رحم الجيش. ده الخواجات يقول لك ده يعني يا للبلاح مرق لكن بقى الحوار اللي غلب شيخه او عاوز يغلب شيخه. هو الحوار اللي غلب شيخه او دار يغلب شيخه. موقفك شنو منه؟ موقفك شنو كده؟ خلينا على الليله الجيش، سيبك من اي حاجه، سيبك. الزول ده هتعمل فيه شنو؟ الزول ده شايل السلاح واقف، الزول ده داير ينتصر، وانت تزين له كل هذا لانه هو اتفقت معاه على الحريه والمدنيه ويجيب لك الديمقراطيه وهو اعتذر لك. ده
دي ملعوبية، وده يعني محاولة لأنه ناس زي مثلا واضع عليه الرؤية دي كلها أن يوصف بأنه داعية حرب. يا أخي أنا دالاس يا أخي بمناسبة يطلق عليك دالاس ده يعني أرجع لك به، وده وزير خارجية أمريكا لما كنا صغار يعني وكان متهم بالحاجات دي. بالنموذج اللي ضربته والمثل اللطيف ده. نحن كنا بنستعرض بعض الأغوال يعني خلال عن الحرب وعن حرب الكرامة وعن المسميات. في واحدة من الحلقات نحن طرحنا سؤال مباشر للدكتور أنور حمد حول انحياز المثقفين والمفكرين اللي كانوا بيدعوا للحرية والسلام والعدالة والتسيير الديمقراطي، وبيساهموا في يعني بالفكر وبالآراء لعملية تطوير الدولة ونهوض شعوبها. وهم الآن واقفين اتجاه تكسير شوكة هذا الدعم السريع، أو واقفين في صف الدعم السريع نفسه ضد الجيش وكسر يعني. وأخذنا نموذج تحديدا من جانب الجيش بالدكتور محمد جلال هاشم والبروف عبد الله إبراهيم. وصراحة سؤال هو جاوب عليه وقال لنا هو مستغرب موقف محمد جلال هاشم باعتبار محمد جلال كان بأقرب للحركة الشعبية، والحركة الشعبية الآن في تأسيس، ومحمد جلال هاشم بيدعو للعلمانية وعنده تصريح شهير لو اتفرتقت البلد طوبة طوبة. أما بما يخص البروف عبد الله علي إبراهيم قال هو بيكن له الاحترام والمعزة يعني، وصديق وأستاذنا وكذا، ولكن لست مستغربا من موقف بهذا النص يعني، لست مستغربا من موقف عبد الله علي إبراهيم، فقد ظل على الدوام مواليا للإسلاميين. طبعا ده كلام رخيص يا أخي، كلام رخيص. أنا كنت طول عمري موالي للإسلاميين. أول حاجة كده خلينا ناخذ الفترة بتاعت الثورة دي، بس فترة الثورة كده خليك الباقي كله. يمكن أنا كنت موالي وبعدين قمت لقيت الثورة دي وعجبتني. الثورة دي من قامت إلى ما انتهت يعني أنا كتبت فيها ما لا يكتب، واقف على أمشاطي مقال يومي عن هذه الثورة. أنا الذي وقفت مع لجنة التمكين رغم خروقاته وشططه، وكانت خروقاته وشططه موضوع كتاباتي أنبهها، لأنه دي ما صح يعني. لكن الحقيقة تبقى أنها هذه اللجنة دي أول مؤسسة في الدولة السودانية لمحاسبة الرجل العمل العام على عوسه، على خدمته، على فساده، على كده. أول مرة تنشأ الدولة السودانية هذه اللجنة للمحاسبة، وده مكسب كبير للثورة. ماذا كان يقول الآخرون في اللي مشوا قالوا لا ما لازم تمشي القضاء وما أعرف لازم تمشي كده، اضطربوا اضطراب كبير جدا. أنا وصلت في كلامي حول أن هذه اللجنة تؤدي أعمالها بشكل مقنع. والله طلبت منهم أنهم لما يجي يعرضوا في مؤتمرهم الصحفي قضاياهم أو يعني نتائج شغلهم ما يقيفوا على حيلهم للدرجة دي، ما يقيفوا على حيلهم، لأنه دي بتدي الخطابة. لما تقيف على حيلك كده طوالي انت بتدخل في ايه المود بتاعت انك تخطب وتتحول، واصلك انت مدرب على الكلام بتاع التظاهرات واركان النقاش والبتاع وكده. قلت انه يقعدوا الزول يقعد ويكون في مستوى المستمعين شويه كده، بيجيب ايه، بتكون عنده يعني هدأة ورغبة في انه يعمل مناقشه ويعمل حجه بهذه الدرجه. خليه انه يقول لي دي الفتره دي، خليه يقول لي انه انا كنت فيها مع الاخوان المسلمين في شنو. فده انا بفتكر انه كلام لا يصدر الا يعني الا من باب انه ما عنده حاجه يقولها. اما اننا يعني وقفنا مع الجيش او وقفنا ضد الدعم السريع، لكن الكلام ده نحن جبنا من وين؟
الكلام ده ما جابوا المثقفين اللي بتقولوا ديل ذاتهم هم اللي قالوا الدعم السريع ده يعني منذ نشأته. المعارضة قامت حول هذا الدعم السريع. الأستاذ إبراهيم الشيخ اعتقل في الأبيض لأنه تكلم في الدعم السريع. السيد الصادق المهدي يعني وصل لحد الاتهام بالخيانة لأنه تكلم في أنه الدعم السريع يعني ما صح وغلط وما مفروض يكون موجود. المعارضات دي كلها لغاية ما تحولت للشعار المشهور بتاع الدعم السريع ينحل ولا يحكم دولة. أنا جبت الكلام ده من وين؟ جبت منكم. إذا كان في أنتم مثقفين ومفكرين وكده وليكم دلوقتي عقدين من الزمان أنتم ضد الدعم السريع. فما أعرف يعني أنا ما اخترعت الكلام ده. أنا كل القصة أنه أنا متمسك بما قلتم أنتم، ودلوقتي فررتم منه إلى قسورة. فررتم منه وعاقدين التحالف معاه ومنتظرين المهدي المنتظر اللي اسمه حميتي ده يجي. انتوا دلوقتي اللي علمتونا انه دعم السريع سيء وينحل وغيره، وجئتم بآخرة يعني تلومونا أو تدينونا بأننا نحن ضد الدعم السريع. نحن ضد الدعم السريع مبدئيا. هو الوصف يعني بشكل صريح او درج انه يغف الان في صف الحرب او في صف الجيش هو حليف للحركه الاسلاميه ومنحاز للحركه الاسلاميه باعتبار انها اصبحت وكانها معسكرين، يعني معسكر الدعم السريع ومعسكر الحركه يا أخوي الاسلاميه. أنا عندي معسكري براي. شوف أنا ما بتلخبط لي مع زول كده. أنا يعني في هذا العمر وبعد التجربة دي كلها أنا ده معسكري. أسس على الأخوان المسلمين. الساعة اليوم اللي أنا حامل على الأخوان المسلمين وكتبت مقال اسمه التكلفة الفادحة التي يعني للجيش من جراء دعم الأخوان المسلمين له. إنه أنت يا الأخوان المسلمين لما جيتوا لدعم الجيش ده أنتوا جيتوا جارين حقائب على كلام الإنجليز باكجز ودي دلوقتي بتنفجر في وش الجيش، بترمى في وش الجيش، بتحط من الجيش. انتوا ادلجتوه، انتوا سويتوه، انتوا عملتوه. مقال مكتوب خليه يفتشوا في يومنا ده. انا بقول للاخوان المسلمين يا اخواننا المعركه دي ما ضد قحط، يعني ما يكون مبلغ علمكم ومبلغ شغلكم قحط. الحرب دي دايره حاجات كثيره جدا، دايره جمعيات، دايره منظمات، دايره تمويل، دايره اطباء يشتغلوا، دايره يعني مهندسين يشتغلوا، ناس بيخططوا للمستقبل. ما تصغروا الحرب دي بحيث انكم دلوقتي كل يوم انت مطلع لك قائمه انه القحطاوي ده مطلع عينه وذاك ناس نسجن وذاك يعني التشفي والثأريه دي انا ضدها يوميا. بتكلم لهم في الحكايه دي وما بقبل منهم مثلا اي كلمه عن ديسمبر، عن الثوره بتاعت ديسمبر. اي كلام عنهم عن كده انا بوقفهم، لانه بقول لهم انتوا السبب في ده كله. احنا دلوقتي جينا يعني زي ما بيقولوا يعني ندفن معاكم ابوكم، ما تدسوا المحافير يعني وتطرطشوا القصه بالشكل ده. وانتم مطالبين الان وللمستوى انتم طالبين بكفاره، وما تفعلوه ده احسن تعملوا كفاره كويسه. وكويس جدا ان عندكم هؤلاء الشباب اللي اسمهم البراء مرقوا وعاوزين يكفروا بهذا الجسد. ممتاز، انا ما عندي اي اعتراض على هذا. لكن كون انه يعني دي حاجه في الخواجات بيقول لك دي ديسميسيف، يعني لما النور يقول لك عبد الله ده معصب بتاع اخوان مسلمين this is dismissive وعباره ما كويسه. يعني معناها ايه؟ سيبك منه يا اخي، ده معصب بتاع كده يعني. يعني لما يقول استاذ
يقول أستاذ، يقول احترمه، ودي الطريقة اللي بيتعامل مع أستاذه. الحرب يا بروف عملت يعني تكتلات وتحالفات. حاليا مثلا الدعم السريع بيتكلم عن حكومه، وعمل مؤتمر تاسيس. مؤتمر تاسيس ده ضم يعني فصائل وحركات واحزاب ومجتمع مدني، لكن الابرز فيهم الحركه الشعبيه. والحركه الشعبيه خلال الزمن الطويل ده وهي بتناضل بتتكلم حول قضايا عندها علاقه بالعلمانيه، بالدوله الجديده وتاسيسها، ومطالبتهم بالمبادئ الفوق دستوريه. وواحده من نزاعاتهم المباشره كان هي مع الدعم السريع بشكل مباشر، وكان بتصف حتى انها رفضت تجي جوبا بسبب الدعم السريع. اليوم هم في تحالف واحد بيأسسوا لتأسيس، وبيقولوا انه دي مرحله جديده لبناء الدوله السودانيه. هل بتشوف انه التحالف ده تحالف ممكن يكون استراتيجي وعنده اسس نظريه ومفاهيميه حقيقيه لبناء الدوله، ولا هو تحالف مرحلي وبيحمي أخي حشائش جواه؟ دي الناس دلوقتي كلهم شايلين سلاح، بس شايلين سلاح اللي هو بيقول لك مقاتل أو مقاتل بدون قضية. ما في قضية. إذا ما كان القضية دي بقت حكاية أنه إيه، أكلوا واشربوا، ها، واغنوا. ما في قضية، لأنه واضح لك أنت عرضت المسألة بطريقة كافية جدا. إنسان كان كذا 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 ثم أصبح كذا كذا كذا. الضد ليه؟ الوضع بتاع الحركة الشعبية دي محلل بأنه في زمننا ده أصبحت الحركات التي تنهض ضد الحركات المسلحة التي تنهض ضد مركز، زمان كانت تجي تدخل المركز، يعني تقاتل عشان تبني المركز وتضرب المركز وتحتله، زي مثلا موسمبي في يوغندا، او كما كان يحاول جرنج في الخرطوم ما قدر. دلوقتي بيقولوا انه في جيل جديد من الحركات بقى ما مكترث للمركز، بقى ايه مركز على ايه، على الاقليم بتاعه اللي احتلاه اللي هو الكاوف ده. عنده فيه مصارف، عنده فيه يعني منجم، عنده فيه ذهب، عنده فيه علاقات مع البلد الفلاني، مع الكنيسة الفلانية، مع الجماعات الفلانية، مع الدعاة الفلانيين. أصبح الثائر المعاصر زي عبد العزيز الحلو ما داير المركز ولا عنده رغبة فيه، ما زي جرنج اللي كان راغب في أنه يجي ويحتل المركز ويغير البلد. أصبح عندهم اقتصاداتهم في إقليم ويديروا البلد بطريقتهم العاوزينها. ده وضع عبد العزيز الحلو. حتى قبيل التحالف ده كانت أعنف المعارك التي دارت في منطقة كادوغلي كانت ما بين الدعم السريع وما بين الحركة الشعبية، وكان الجيش يعني بيسند ظهر الحركة الشعبية، وكان النزاع ما بين الجماعات الإثنية بتاعته من وراء. إيه اللي خلاه يغير ده؟ شنو؟ طبعا رجعنا إنه أصبح علاقته مع المركز يوقع بيانات، يجيو الحزب الشيوعي يكتب معه بيان، يجيو عبد الواحد يكتب معه بيان، يجيو البرهان يكتب بيان، يعني عدي من وشك بيانات، عدي من وشك كده السودان وما عارف ايه. لكن هو مركز دلوقتي حته الوطن بتاعه هو اصبح جبال النوم، وعنده كلام صريح جدا: يا تدوني العلمانيه يا انا ماشي. هو العلمانيه دي بيقول زي ايه، تعجيزيه، يعني انا ماشي. ايه اللي خلاه يدخل في تأسيس؟ أنا أقول لك ده استنتاجي، أنه ما وجده الجيش القوات المسلحة في أخيرا من تحرير لمناطق الجزيرة، مناطق السنار، مناطق يعني الخرطوم وكده، افتكر عبد العزيز الحلو شعر أنه
لن تدوم له تلك الجزيرة في كاوتا، لأنه لأول مرة هذا الجيش يكون جيش شعب، الشعب والإرادة الشعبية من وراءه كما حصل. عبد العزيز ما واجه جيش قبل كده له هذه ال يعني الدعم وله هذه المعنويات. ده تحليلي أنا، أنه هو دلوقتي شعر بأنه الخطوة الثانية حتكون شنو؟ ما هي الجزيرة، ما هي الخرطوم، ما هي الصالحة، ما هي كده. أنت ماشي لابد أن يصلوه في كاوتا، وحتكون معركة أخرى. ده تحليلي، لأنه عبد العزيز حلو خلوي من معنى سياسي قومي وطني. إنسان أصبح دلوقتي عنده دولة وبس، ولقى نصير، وواضح أنه خرق بعقده هذا التحالف معاني صدمت ناس كثيرين جدا بما فيهم أنا. وكونه يصف حميتي أو عبد الرحيم بالذات، لو حميتي معلش عبد الرحيم دقل بالرفيق، ده يعني ده جنون، ده جنون. شكرا يا بروف على الإفادة. نحن صراحة حاسين الزمن مشينا خلاص ساعة، وأنت انتظرت معانا الزمن طويل، ولسه يعني في أسئلة في البال وأهمها الزمن مشى. لكن احنا ممكن نختم بالسؤال الأهم، طالما سألنا عن تأسيس، نختم بمعسكر الجيش الموجود حاليا في بورسودان، وبيضم مجموعة كبيرة من الجيوش الموجودة، جيوش الحركة الإسلامية الممثلة في البراء، جيوش كيكل، جيوش وغيرها. هل والحركات المسلحة تحديدا يعني اللي انت عقبت عليها مسبقا الموجودة دي وزادت مطالبها، ومطالبها اللي قاعد تتكلم في تنفيذ اتفاق جوبا، تضارب المصالح، فالناس بقت تنصف انه المعسكر بتاع الجيش الموجود في السودان بيحمل بذرة فناء وسينفجر قريبا. انت رايك شنو في الكلام ده وتواجد الجيوش دي كلها كيف ممكن يتم عليها؟ ما في اي حاجه تمنع الجيش من انه يعمل كتائب او يعمل ميليشيا. الجيش السوداني ده رقبك حكيت لك، الجيش السوداني ده اصلا اشتغل مع الريف وثورات الريف بغير الميليشيات. ارجع لك لزمن الانجليز، دارفور دي ثم الانجليز قرروا يعني غزوها في 1916 استعانوا بقبائل منها الكبابيش، لأنه السودان ما بلد صغيرة، بلد واسعة شاسعة. أوريك كلام، أرجع للخليفة عبد الله. الخليفة عبد الله لما الكبابيش ديل اعتدوا عليهم، طبعا دارس الكبابيش وزي شعر بأنهم خطيرين ولأنهم عندهم علاقات مع مصر والتجارة والتصمق والحاجات زي دي، عندهم مصالح مع مصر كثيرة، وخاف منهم يعني. عمل شنو؟ سلط عليهم القبائل المعادية اللي أصلا عندهم تاريخيا عداء معاهم، منها حمر، بني جرار، دار حامد، كلهم عندهم ثأرات مختلفة معها، وسكوا الناظر صالح جلطة وقتلوه. بل إذا قريت كتاب الصراع بين المهدي والعلماء هتلقى أنه المهدي طلع بيان قال يا أيها الكبابيش وغيرهم ما في زول يقول والله يعني أنا عندي ملكية في الأرض ده وما عارف، يعني أنا سيد الواطة وأنا ده حقي بارد وكده. الواطة لله. ليه قال كده؟ لأنه في قبائل كانت مع الكبابيش اسمها القبائل التبع، يعني ما سيد الدار، اللي هي بنسميها في الحواكير دي، تكون القبيلة صاحبة الدار واحدة اللي هي زي الكبابيش، يكون معاه قبيلة بني جرار ما عارف ايه، دول يكونوا تبع، وتبع معناه محتقر بشكل او اخر، عندك ضرائب تعملها، عندك خضوع تعمله. المهدي قال ما في زول يقول كده. في ناس افتكروا انه ده المبدا العام بتاع الارض لمن يفلحها وده مبدا الاسلام، ابدا، كان قاصد يقول للقبائل التبع
ما تسمعوا كلام الكبابيش تاني لما يقولوا لك دي واطاتنا، ودي بالطريقه دي بيقلب عليهم القبائل عشان. فالكلام ده كله في معرض شنو؟ انه الدوله السودانيه كما عرفناه لم يغب عنها ابدا اي من جيوشه كان استخدم ميليشيا. زي ما قلت لك الفرق النوعي اللي حصل مع الانغاز انها جعلت من الميليشيا دي الجنجويد ده جعلت منهم جيش. دي قفزه نوعيه، والقفزه الخطيره اللي حصلت لنا. فالجيش والأمل علينا ده اكثر مهام الجيش في الجيش الحديث ما بيقوم بها الجيش، بتقوم بها شركات. يعني ايه؟ ميليشيا بيأجروها مهام كبيره، مهام قتاليه بعضها. فامشي ارجع شوفوه. فالجيش ما عنده مشكله كجيش انه يستخدم الميليشيا دون ان يعمل الجيش. بعدين نحن دلوقتي في حرب، والناس اللي بيسالوني يقول لي طيب ما بعدين الحاجات دي حتنفجر في وشك وكده وحتجي يعني كده حتى ناس كيكل حيعملوا كده وناس فلان حيعملوا كده كده. بقول لهم يا اخوانا ما تخلونا عشان اقول لك الكلام الامريكاني مرات انا بيسعدني لانه الناس فكروا في السياسه اكثر مننا كثير يعني سبقونا فيها. بيقول لك ده كوبري خلينا نقطع لما نصلوا. يقول لك ابريدج تو فار، ابريدج ما تفكر فيه هسه وما تتخلع وما يعني المشاكل في الدنيا كثيره والحرابات في الدنيا كثيره والدم في الدنيا كثير، لما نجي هناك كده نشوف الحكايه دي. لكن هسه ما كده. ويقول لك ثاني كلام، يقول لك ما كل حاجه اسبقيه. Not everything is a priority. اذا كنت كل يوم انت يعني كل حاجه تمر عليك هي اسبقيه، يا الجيش قوم اطرد كيكل، يا الجيش ما تعرف ايه. يا اخي عشان كده انا بقول لك الصفوه بتاعتنا السياسيه دي ما اصلا ما قعدت يوم ما قعدت تفكر في ضيق، في حالة ضيق عشان تطلع من الضيق. إذا فكرت في حالة دائما إذا كبست الضيق بتقول لك نحله جيش نحله، الأمن القومي زمن نميري نحله، الحزب الشيوعي نحله. عندهم إيه؟ بل زي الكلمة اللي بيقولوها الحل دي عبارة من جيلنا يعني صدرت عن أزهري. يعني لما يكونوا في حالة ضيق والآفاق منسدة والحالة شلش بيرعبوا وجبارتهم بتنفك وبيكون الحال عليهم خلصنا حلة. دلوقتي نحن فعلا حتكون في متاعب، جبت ناس وسلحتهم وكده حتكون في متاعب. لكن ثقتنا شنو؟ انه هذا جيش مختلف اليوم. ده جيش مختلف، ده جيش يعني بيكفر عن سوءته ويكفر عن شعبه اللي ما قدر يحميه ويدافع عنه ونزح وأهين واغتصب. هذا جيش يجب أن يعني ما بنفكر فيه كجيش البرهان ولا كجيش النميري ولا كجيش عبود. ده حالة بتقول يعني تغيرات بيحصل فيه تغير كيفي، بيحصل فيه أدب جديد، بيحصل فيه امتثال جديد. وده ما بيغلبوا كيكل إذا تمرد ولا بيغلبوا في أي فلان لما يتمرد. وده جبيك أنا قلت لك ده الجيش المخوف عبد العزيز، الجيش ده اللي مخوف عبد العزيز الحلو، وده اللي خلاه يمشي لأنه شعر بأنه في جيش جديد بيولد وإرادة جديدة بتولد ووطن جديد بيولد. فما يعني كل القصة أنه بسميهم الصفوة ديل وسميهم المثقفين وسميهم النشطاء ديل
دي الناس اي حاجه تفك جبارتهم زي ما بيقولوا في السودانيين، اي حاجه تتعبهم وما يقدروا يفكروا بعد كده وكده خلاص اتفقوا يتلموا. انا دايما بوصفهم بشنو؟ لما في البيت لما الام والاب يشاكلوا طوال تلقى الاطفال ديل ارعبوا وما يعرفوا يعملوا شنو. الزولين المحبوبين لديهم ديل حصلت بينهم المشكله ويحصل في الاطفال ديل رعب وفزع. ده بالضبط اللي بيحصل في الصفه لما تشوف لها مشكله في السودان. ما عندها حلول لها، ما عندها حتى المقارنات. انا قبل كنت قلت لك لما يقعدوا في المقارنات والله شو نحن حنبقى زي ليبيا نحن. يا اخي ما زي ليبيا انت. او والله شوف بالله رواندا بيت كيف يا اخي، حاله كويسه وحاله طيبه. نحن كنا مفروض نكون احسن الافارقه، بقينا اسوأ العرب. ليه تكون احسن الافارقه؟ انت اسوأ العرب تكون احسن الافارقه ليه؟ دي ذاتها مع عنصريه منك. انت بتفكر كيف يعني؟ ليه الافارقه دي يعني عينين ولا يمين كده ليه يعني؟ عشان انت تبقى في راسهم. لما مشيت للعرب خدتوك في منامهم يعني. دي بحقيقه الصفوه دي هم مجموعه نشطاء. ما تشوف الكلام ونحن والصفوه والمثقفين لا بيقروا لا بيطلعوا لا. دلوقتي ماسكين التاريخ السوداني ده شغالين فيه قرف. الخليفه يرموه، المهدي يرموه، الفونجي يرموه. شغالين في تاريخهم اللي هو الرأسمال الرمزي اللي يوصف بالرأسمال الرمزي. بيبعثروا فيه وبيلعنوا فيه وكأنهم كأنهم حيعملوا حاجة. انت ما عندك أساس. فأنا ما بسمع كلام منهم للأسف. بفتكر أنهم يعني أولاد يعني الهزائم تقاطرت عليهم وجبارتهم اتفكت. يقول ناس يعني أي كلام. أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان باب، وإذا الفجر جناحان يرفان عليه. تعرف انا حقول لك كلام هنا يا احمد وشوف حيشوه كيف في اليومين الجايين دول. وحقول لك بوضوح شديد احتمال الانفصال قايم. شوف احنا توفرت لنا معلومات كثير انه علي كبتي محمي من قبل المجلس العسكري. الحكم المدني الديمقراطي او الدوله المدنيه هي واحده من الاهداف الاساسيه للصحفي هذا. وإذا الحن الذي كحلها تلك المآخي، والذي شد وثاقا بوثاقي، والذي بعثرنا وبعد الوثيقة الدستورية برضو جاتنا معلومات انه علي كرتي ده محمي بواسطة مجموعة من العسكريين وفلول النظام السابق. وبدليل انا ذكرت لك سابقا قبل شويه احنا بيجينا كنا بنجتهد يعني في بعض الوطنيين من رجال المباحث وشرطه باعتبار انه في الدوله المدنيه الديمقراطيه الصحفي بيكون محمي، بيكون قادر يصل للمعلومه، بيكون قادر يقدم صحافه حقيقيه، وبالتالي هنالك العديد من الصحفيين المؤمنين ايمان راسخ بمساله التحول المدني الديمقراطي. يعني وارد سيناريو انه الجيش يستعيد البلد كلها، يهزم الدعم السريع بتحالفاته مع الحلو مع غيره مع تاسيسه كده ويستلم البلد كلها. انا ما بشيل ده من ذهني.